أفلاطون بيقول إن جده المشرع اليوناني الشهير سولون، واللي شرع قوانين أثينا القديمة سنة 590 قبل الميلاد تقريبا، كان في زيارة لمصر لطلب العلم، وتحديدا زار مدينة سايس اللي هي صال حجر دلوقتي في الغربية، وهناك قعد مع الكهنة المصريين الكبار. سولون كان فاكر نفسه عارف كل حاجة عن التاريخ، فبدأ يتكلم كده بفخر عن طوفان ديوكاليون، واللي اليونانيين كانوا معتقدين ان ده اقدم حدث في التاريخ. كاهن مصري عجوز يقال ان اسمه صنخيس بص لسولون كده وقال له جملة غريبة جدا، قال له: يا سولون، انتم ايها اليونانيون اطفال، ذاكرتكم قصيرة، لكن نحن هنا في مصر ارضنا محفوظة وسجلاتنا محفورة على الحجر لا تمسح. ولما سولون استغرب، الكاهن حكاله عن امبراطورية عظيمة كانت موجودة قبل 9000 سنة من وقتهم، وخدوا المكان جوه المعبد وشاور له على جدريات ونقوش قديمة جدا، وقال له: من السجلات دي هحكي لك عن امبراطورية كانت بتحكم العالم، الامبراطورية اللي جيشها كان اكبر من جيوش الارض مجتمعة، امبراطورية اطلانتس. قال له ان اطلانتس دي ما كانتش مجرد جزيرة، دي كانت قوة بحرية عظيمة، وحكامها من سلالة بوسايدون نفسه. وبوسايدون في الميثولوجيا الإغريقية القديمة هو إله البحر والعواصف، ودي معتقداتهم هم. وقال له إن كان عندهم علوم متطورة وسفن عبرت المحيط كله، وفي يوم وليلة بتحصل الكارثة، زلازل بتهز الأرض، وبراكين بتثور، وتسونامي بحجم الجبال بيضرب الجزيرة. وهنا الكاهن المصري بيختم كلامه بجملة لسه صداها بيرن في التاريخ: لقد اختفت أطلانتس في يوم وليلة شؤم، ابتلعها البحر وأصبح المحيط في مكانها طينا لا يمكن عبوره. وبكده في 24 ساعة بس اختفت الإمبراطورية العظيمة وغرقت في الطين والظلام، وما بقالهاش مكان غير في حكايات أفلاطون.